كلمة كاتب ومثقف التركماني عن الطاجك. الطاجك هم أنظف وأقوى أمة في آسيا الوسطى، هم إحدى الدول القديمة في آسيا الوسطى، لم يأتوا من أماكن أخرى، لكنهم أمة أصيلة، وهم ممثلو الفرس. هؤلاء هم أشخاص الناطقين بالإيرانية، وهم ممثلو الحضارة الفارسية، الحضارة قديمة. إنهم مثل هذه الأمة لقد احتفظوا بهذه الحضارة في أنفسهم. الطاجك هم آريون. هذه الأمة نظيفة وقوية جدا. الطاجك هم أجمل أمة في آسيا الوسطى، ولهذا السبب فإن الطاجك أناس مميزون. إنهم طيبون ومهذبون ومثقفون ولديهم مستوى عال من الفهم. الطاجك مسلمون حقيقيون، ومن الخطأ الكبير التعامل مع الأمة الطاجكية على أنها أمة صغيرة بلا هوية. أريد أن أقول إنه إذا رأيت الممثل التالي لهذه الأمة الطاجك فيجب أن تعلم أن الطاجك يتفقون على الدول الأخرى في الاتحاد السوفيتي السابق. هذه هي الصفات الطاجكية. إنهم أقوى وأحكم وأجمل شعوب آسيا الوسطى. إنهم أناس قديمون جدا. هؤلاء الفرس ممثلون الحضارة الفارسية قديمة في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. هذه هي أمة متحضرة. إذا قابلت ممثلي هذه الأمة في المستقبل فاعلم أن هذا ممثل حضارة قديمة.